القرص الفلاحي المظبوطه ما بتبقاش طريه زي العيش الفينو، وما بتبقاش كمان ناشفه ما تعرفيش تاكليها، بتبقى كده بين البنين. النهارده في قناه وصفات مني هقولك على السر اللي يخليها تطلع معاكي القرص المظبوطه الصح بتسويتها الصح، وتنفع معاكي كده لاي سحور او ممكن سندوتشات كمان للولاد في المدارس، او اي وقت ممكن تاكليها فيه مع كوبايه شاي كده. ممكن تحشيها بقى كده جبنه، تحشيها جبنه تركي عادي جدا، ممكن كمان تحشيها نوتيلا، هتبقى هايله جدا معاكي، وهتاخد تسويه حلوه جدا كده من فوق ومن تحت بنفس اللون اللي انت شايفاه دوت، وريحتها هتبقى جايبه لاخر الشارع. بجد وصفه هايله جدا، مش هتبطلي تعمليها. ومن كيلو دقيق بس طلعنا كل الكميه دي، حاجة في منتهى الروعة، ريحتها بتتكلم عن نفسها يا جماعة. تعالوا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات مني. هنعمل النهاردة القرص الفلاحي أو البكاكين بكل سهولة. معايا كيلو دقيق، هحط عليه رشة ملح وكمان معلقة سمسم وكمان معلقة لبن بودر، وده مش اختياري، ده أساسي معايا على الدقيق. هاخدهم كده اقلبهم كويس جدا علشان يمتزجوا مع بعض في الدقيق. وكمان هجيب الاساسي بقى عندي علشان تطلع معايا مظبوطه كده، هجيب معلقه سمنه عاديه جدا، على معلقه سمنه فلاحي، على معلقه زبده، على معلقه زيت، كل دول معلقه عاديه جدا اللي احنا بناكل بيها. الخليط دوت هو دوت اللي بيخليها بيديها نكهه حلوه جدا. يعني ما ينفعش تعمليها بالزيت بس، وما ينفعش تعمليها بالسمنه بس. لو عملتيها بالسمنه بس هتطلع معاكي طريه جدا وتبقى عامله زي العيش الفينو بالظبط. حطي كده شويه زيت مع كل دوت، هتطلع معاكي هايله. والزبده كمان هتديها طراوه جدا، وفي نفس الوقت ريحه وطعم. والسمنه الفلاحي هي اساسها السمنه الفلاحي بصراحه، بس احنا وسطنا كده ما حطيناش دهون كتير، وهتطلع كده معانا زي ما حضرتك شفتيها في اول الفيديو. هاخد بقى الدهون دي كلها كده، وهعمل كده في الدقيق كويس جدا لحد ما يبقى معايا زي حبات الرمل بالشكل دوت، وهفضل ادعك فيها لحد ما الدهون دي تختفي تماما. هجيب بقى الخميره بتاعتي، انا استخدمت باكو خميره واحد بس، عليهم معلقتين سكر، وهدوبهم كويس جدا لحد ما الخميره تتفاعل معايا، وهنزل بيها كده على الدقيق بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وبعدين كان عندي لبن قاطع، لبن رايب، حطيته كده، خدت منه كوباية واحدة او اكتر لو عايزة على حسب الحاجة. هي بقى بتطلع هايلة جدا هايلة جدا باللبن الرايب، هي اساسها اصلا اللبن الرايب. ممكن تحطي زبادي، ممكن تحطي لبن بس عادي جدا، انما بصراحة مش هتطلع معاكي حلوة قوي كده غير باللبن الرايب او بالحليب الرايب زي ما تسموه. وهدعك كده، احاول ان انا ادخل السوائل اللي انا حطيتها دي دلوقتي في العجينه كده بالشكل دوت، وادعك كويس جدا لحد ما الكل يمتزج مع بعض. وبعدين هنزل بقى بالميه تدريجيا، ميه فتره، ميه دافيه يا دوب مش سخنه، وهفضل اقلب كده فيها، اعجن فيها بالشكل دوت واحده واحده كده، واستمر في العجن بالشكل دوت. هي هتحتاج شويه ميه واحده واحده اهو. هفضل كده اقلبها، ما استعجلش عليها خالص، اديها حقها يعني في العجن لحد ما احس ان دي خلاص اختفى معايا واتكونت معايا عجينة بالشكل ده. العجينة بتاعتها لازم تبقى ناعمة. اختبرها ازاي بقى ان هي بقت خلاص مظبوطة معايا وصالحة ان انا اشكلها؟ اول سر النجاح ان هي هتبقى طرية كده ومش بتلزق في ايدي في نفس الوقت. هختبرها ازاي بقى ان هي جاهزة معايا ان انا اشكلها؟ هاخد كده قطعة منها واكورها كده بالشكل دوت، يعني هبططها كده على ايدي علشان اشوفها. لو عملت تشققات يبقى هي لسه عايزة تاني تتعجن، احط لها حبة مية او حبة لبن رايب. بصوا هي كده جاهزة معايا، ما فيهاش اي تشققات خالص، فهي خلاص جاهزة معايا، ما شققتش من الجناب ولا من فوق ولا من اي حاجة، وطرية وحلوة جدا. هي كده خلاص جاهزة. هسيبها بقى تخمر شوية، والعجينة دي بتبقى تقيلة شوية، ما بتبقاش زي العجينة العادية اللي هي القطنية، لا بتبقى تقيلة شوية علشان السمنة والدهون اللي فيها، فهي مش بتتخمر ان هي تبقى عالية قوي، لا هي يدوب بس هتعلى معاكي للدرجة اللي انتي شايفاها دي، هي كده خمرت. هسيبها تقريبا حوالي ساعة. اول ما تعلى كده وقوامها يتغير معاكي هتعرفي خلاص ان هي بقت جاهزة جدا معاكي ان انتي تشكليها وترصيها في الصواني بتاعتك.
هفضل اعجنها كده شويه كمان، حاجه بسيطه يعني لمده كده دقيقتين. بصوا العجينه ناعمه معايا جدا، جميله جدا، سلسه جدا معايا، هي كده ناجحه 1000000%. لو انت اول مره بتعمليها اعتمدي جدا الطريقه دي بالمقادير دي، هتنجح جدا معاكي من اول مره وهتبقي استاذه فيها كمان. هاخد بقى قطعه قطعه كده على قد القرصه اللي انا هعملها، هكورها كده بالشكل دوت. عايزه تعمليها كبيره، عايزه تعمليها صغيره، براحتك جدا. انا القطعه دي كانت كبيره شويه، فانا هكورها كده بالشكل دوت وهرصها في الصينيه. مش هدهن خالص الصينيه اي دهون، حتى لو صينيه المونيا، صينيه عادي من اللي هي مش بيلزق فيها الحاجه، بس انا مش هدهنها لان هي فيها دهون كفايه. هي اول بس ما هتشم النار كده مش هتلزق خالص وهتبقى كويسه معاكي جدا. هكور كده بالشكل دوت واحاول ان انا اظبط شكلها على قد ما اقدر، علشان في الاخر القرصه تطلع معايا شكلها حلو ومظبوط زي ما انتي بتشوفيها في الافران او في اي مكان انتي بتشتريها منه. اهو هعملها كده بالشكل ده، ولو في اي بقى حته زياده من تحت اقطعها كده من تحت واحاول كده ان انا ادورها اهو واديها حقها جدا، علشان كمان تطلع معايا مورقه من جوه. واوريكي دلوقتي هي هتبقى عامله ازاي، التسويه بتاعتها من جوه هتبقى عامله ازاي، ما تبقاش مكتومه معاكي، هتطلع لا مظبوطه جدا. هنعمل كمان واحده اهو، هدورها كده بالشكل دوت، وبعدين اخد الزياده اقطعه كده بالشكل دوت واحاول ان انا ادورها كده بايدي، بكف ايدي الاتنين بالشكل دوت زي ما حضرتك شايفه، وارصها في الصينيه لحد بقى ما اخلص الكميه اللي عندي. انا هنا حطيت كتير في الصينيه، انا هحاول ان انا اشيل عشان انا حسيت ان هي مش هتاخد راحتها كويس في التسويه، لان هي لسه هترتفع تاني معايا في الفرن. هبدا كده ان انا ابطط كده بايدي من غير بقى ما احط على الرخامه وامسك واحده واحده كده وافردها بالنشابه والحاجات دي. لا انا هحطها كده في الصينيه على طول، مش هتاخد مني ولا وقت ولا مجهود خالص، ومش هبهدل الدنيا حواليا، علشان العجينه حلوه جدا وسلسه معايا، مش هتحتاج ان انا افردها باي حاجه. شلت بقى من الصينيه شويه كده علشان خاطر تاخد تسويه صح وتبقى براحتها. ودول اللي كانوا معايا في الصينيه. هخلص بقى الكميه اللي عندي وهعملها كده بالشوكه، وكيلو دقيق طلع معايا الصواني دي كلها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد حلوه جدا وكميه حلوه جدا. هسيبها كده ترتاح شويه وبعدين هولع الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. هولع عليها يعني يدوب 10 دقايق او ربع ساعه، اقل من ربع ساعه، هتستوى معايا من تحت وتاخد لون كويس جدا. وبعدين اولع عليها الشوايه من فوق. انا ما عنديش شوايه الهوائيه، يعني ولعت عليها كده الشوايه لمده ما فيش دقيقتين، احمرت معايا وخدت اللون الحلو دوت، علشان مقادير السمنه اللي فيها او الزبده مظبوطه جدا. بصوا كمان حتى من جوه لونها حلو جدا، هتطلع معايا وريحتها يعني انا مش قادره اقول لكم ريحتها بجد تحفه قد ايه. بصوا بقى انا هفتح لكم من جوه واحده كده وشوفوها هي كمان التسويه بتاعتها من جوه حلوه ازاي، وكمان مش مكتومه. بصوا العجينه كده هشه من جوه وبجد حلوه جدا، هي ولا طريه قوي ولا ناشفه قوي، لا مظبوطه. واقدر ان انا احشيها اي حاجه، هي تنفع معاكي بقى على السحور، تنفع معاكي في سندوتشات المدرسه للولاد، بجد هايله هايله بجد، اعتمديها. لو انا عملتها النهارده ساده علشان احنا ممكن نقدر نحشيها باي حشوه انت عاوزاها، وبديكي افكار. ممكن كمان حضرتك تعمليها يعني زي ما انا كورتها كده. قبل ما اكورها هفتح العجينه من النص وهحط فيها عجوه او اي حشوه انت عاوزاها، هتبقى برضو ناجحه جدا وهايله معاكي. وهقفل كده العجينه زي ما احنا شفناها برضو بنفس الشكل عادي جدا، هي مفيش اي فرق بينهم، وبرضو بنفس التسويه وكل حاجه. بجد هايله جدا، جربوها مش هتندمي ابدا ان انتي تعمليها، هي ناجحه من اول مره 1000000%. بصوا الكميه اللي طلعت معايا ولونها حلو ازاي. دي القرص الصح يا جماعه، انتوا اعتمدوها جدا. بس كده دي كانت وصفتي النهارده، كل سنه وانتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.